اهلا وسهلا، مرحبا بكم. في الحقيقه الليله باش نحكي على المنظومه اللي ما زالت متواصله التقريب، واللي ما زال عندها فراغ من الزيجه المحرمه بين نداء تونس وحركه النهضه في صلب الولايات والمعتمدين وبعض كتاب عامين البلديات وكتاب عامين الولايات. الحقيقه اصبح الامر يعني ثقيل برشا على التوانسه، ولكن قبل كل شيء اللهم كن في عون أهل طبرقة وكل المناطق اللي توا شملتها الحرائق، وهي من أصعب الأمور لتسييرها، وإحنا بلاد ما عندناش كل الإمكانيات للمجابهة. نسأل الله أنه يعاون رجال الحماية المدنية ويكون في عون هؤلاء المواطنين ونخرجوا بأخف الأضرار. الحقيقة أنا باش نحكي الليلة لأنه فما وصلني موضوع نحسه بالخطورة بمكان على معتمدية دوز، ولكن هو يعطف على كل المعتمديات تقريبا. ثم منظومة الخراب الحقيقة ما زالت متواصلة، والبلاد في حاجة لتنفس هواء نقي حقيقي. عدد كبير من المعتمدين والمعتمدين الأول وكذلك الكتاب العامين للولايات والبلديات ومراقبو المصاريف العمومية زالوا يخدموا الحزب المولوتوف من الأخر للتنظيم الدولي، ومعظمهم جاوا في التعيينات اللي ما وقعش مراجعتها، اللي هما أصلي الزيجة المحرمة بين نداء تونس وحركة النهضة في تاريخ تونس. هذه ما عمرها ما صارت الزيجة هذه، ما كان حتى واحد يتصور أن تقع زيجة بمثل تلك الزيجة، واللي أفرزت لنا اليوم معتمدين الحقيقة، يعني معتمدين وبعض المعتمدين الأول الحقيقة هما أصبحوا المعطلين الحقيقيين للحياة، وهم المعطلين لكل شيء. ولكن الخطير في دوز انه اليوم مواطنين يمشوا يقدموا عريضه في لدى سيد وكيل الجمهوريه ضد معتمد، ويجيبوا تصحيحات مصحه انه المعتمد هذا يريد ان يثير الفتنه. احنا ناقصين مشاكلها. يعني في 2023 وقت اللي احنا خرجنا من أسوأ مرحله في تاريخ تونس في 10 سنوات بطاله وميزيريا وهم ازرق، وقت اللي تونس خرجت من مرحله النهب الحقيقي والبناء مسار جديد، يعني ما زلنا باش نقولوا نحلوا مشكله بين العائله الفلانيه والعائله الفلانيه. ولا اليوم المعتمد اللي حاطينه غادي واللي هو متعين في اطار الزيج المحرمه اللي كنت نحكي عليها اليوم، هذا ينادي مواطن يقول له انت لازم تتحالف مع العائله دي ضد العائله دي. ما نحبش نسمي الاسماء، وسينزل مقال بعد قليل في موقع صوت الضفتين وين تلقاو كل بالوثائق. راهو احنا ما نخدموش حاجه مثل الوثيقه، نخدموا حاجه منظمه. ولكن اللي نحب نوصلوا للسيد الرئيس، واحنا غدوه نستناو في 25 جويلية، ونعرفوا انه فما برشا جبهات داخليه وخارجيه، والان رحله مكوكيه الى روما تقريبا فيها برشا اجتماعات مهمه، ولكن بيتنا الداخلي خربان. يعني بيتنا الداخلي فيه هديد المشاكل الحقيقه. بيتنا الداخلي نار برشا مواطنين باش يتفاعلوا لان عندهم مصالحهم معطله، لانه الحقيقه فما ناس في ماهيش قاعده تخدم في البلاد، وفما ناس قاعده الحقيقه قاعده تضيع وتعطل في مصلحه البلاد. وفما تعيينات زاده جات في وقتك يا سيد الرئيس، فما تعيينات جات في وقتك واختيارات سيئة جدا، وكأنه بعض المسؤولين بندية وبعض المسؤولين ما عندهمش خبرة وبعض المسؤولين أنت محاط بخونة كبار يعني من نوع هذا. فما ناس فما مسؤولين ما عندهم حتى التزام الحقيقة بمفهوم الدولة ولا بمفهوم الإدارة ولا بمفهوم الحيادية ولا بمفهوم العمل. الحقيقة احنا اليوم مستحقين الناس تخدم. احنا وضعنا ندوروا من بلاصه لبلاصه بنسلفوا فلوس باش نرجعوا السميد والدقيق والروز والقهوه والتاي، وربي يخفف علينا من السخانه اللي موجوده. ولكن وقت اللي يكونوا مسؤولين الدوله هم اللي ضايعين فيها، ومسؤولين الدوله عندهم ولاءات غير الولاءات الحقيقيه للوطن، فالمراجعات لازمه. الجميع يعرف انه بعد 2011 لولا الاداره التونسيه لسقطنا في مربع اخر منذ البدايه، لان الحقيقه احنا سقطنا فيه مربع، ولكن بتكييف سياسي اخواني اسقطنا في مربع. اليوم اللي احنا عندنا السباله نتاع المشاريع ورقابه المصاريف ومراقبه الامرين بالصرف، هذو معينينهم الاخوانجيه، يعني لليوم ما زلنا نعانيو فيهم. يعني كل المهرجانات معطله ومفلسه في البلاد، ونبدا بالفعل الثقافي لانه معطله معطله لانه امير الصرف معناها مش ضد الابداع. لانه شوف لما نبدا بالابداع، لو كي تبدا السلطه ضد الابداع معناها السلطه تريد تدمير الوطن، وابني على ذلك. أنا نعرف مقاول معناه يسال الدولة تقريبا 350 مليار في المقاول في تنظيف لي ديشي والفضلات وكل شيء. كيفاش باش يخدم هذا؟ كيفاش باش ينظف الولايات اللي هي تحته يخدم فيهم؟ الشاب يحب يحطموا، يحب يهرب، يحب يفصع، يغدوا يقطعوا عليه الشيكات ويخرج. ما نحكيوش على الناس اللي في الحبس اللي عندهم الشيكات اليوم ربي يفرج عليهم. ونعاود نرجع ونقول شوف
راهو اصدار عفو في موضوع الشيكات، مش اصدار عفو وقول للناس انتم هزيدوا فلوس الناس باش نسامحوكم، لا، فما الزاميه الدفع. ولكن راهو الشيك ماهوش ورقه دخل الحبس، الشيك سي موداليتي بيمون بين زوز اطراف. خويا تقبل عليه شيك برا اعمل فيريفيكاسيون، عندي فلوس ولا ما عنديش فلوس. الا في تونس راهو عقليه الشيك هو ضمان، لا، فما شيك الضمان تاخذه من البنك، شيك سيرتيفي هذاك دو غارونتي. اما احنا الشيك راهو سي موداليتي بيمون. في فرنسا كي تعطي شيك ما تخلصش ساكروك كونت، ساكروك كونت ما تاخذ شهريتك، عاش تاخذ شهريتك تجوع، واضح. فخليني في المهم، دوس واللي صاير فيها من معتمد معين في زمن الزيجة الممنوعة هو نفس المثال موجود في كامل ولايات الجمهورية تقريبا، خاصة المعتمدين والمسؤولين اللي ما يتغيروش. لذلك بقيت لمراجعة هذه التعيينات وإعطاء جرعة أكسجين. الناس تحب تخدم البلاد والكفاءات ما شاء الله كي قاعد تشوف فيهم اللي تواصلوا معي الكل، أنا نقول لهم كفاءات مهمين وما جاتهمش فرصة باش يخدموا. وراهو ما نجموش نجيبوا انسان نقولوا له انت برشيد معتمد دولي وما عملش العمل الاداري وما عملش الضربه